المنظومة الصحية المغربية من بين أسوأ المنظومات الصحية في إفريقيا وفي شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط. كمية استهتار غير طبيعية بحياة المواطن، إهمال، وكمية فساد غير طبيعية بالمستشفيات الحكومية إلا من رحم ربي. باك صاحبي، الرشوة. وخير مثال الإخوان الناس ديال مكناس، مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس، تما إهمال ما بعده إهمال للمواطن. إلا في حالة الرشوة أو باك صاحبي كتجي للمستعجلات الإخوان تبغي شي دوك المواد اللي هي أساسية، طبعا موجودة في كل المستشفيات. وطبعا هذا الشيء، هذا الفساد وهذا الرشوة وهذا باك صاحبي، راه وزارة الصحة هي اللي كتحمل المسؤولية، وباش تنقي المنظومة ديالها هذا الشيء كتحملو وزارة الصحة. كتجي للمستعجلات الاخوان دوك المواد الاساسيه تيقولوا لك لا ما كاينينش، وهما راه عندهم، طبعا هما راه عندهم الشوكه، شي دواء الحمر، شي فاصمه، شي تخربيق من هذا الشيء الاساسي، ماسك. كتجي كتبغي تطلب مثلا شوكه تيقول لك لا خصك تمشي تجيبها، ما كايناش، خصك تمشي تجيبها ما نعرف فين، خصك تمشي تشد طاكسي ب 30 درهم ولا 40 درهم باش تمشي تجيب شوكه. ماسك كذلك، خاص ماسك الاكسجين لا ما كاينش. وسبحان الله العظيم وبقدرتي قادر، غير كتخدم التدويرات، بغيت تدور مع شي واحد تما كتحضر، وبقدرتي قادر غير كتهز التليفون تهضر مع المعارف تيولي داك الشيء كله موجود. رغم ان هذا الشيء راه ابسط حقوق ديال المواطن المغربي، حقه في الصحه. هذه راه من حقوق المواطن المغربي، الحق في الصحه. راه ما كتصدقوا حتى شي حاجه، راه ما وبحال هادو استغفر الله العظيم فاش كتجيهم راه بحال كتسعاهم، وبحال الا كتسعاهم. هذه راه ابسط حقوق ديال المواطن المغربي. هذوك الضرائب اللي ما كاينش شي مواطن مغربي ما كيخلصش الضرائب. راه قرعاد الماء تشريها راه كتخلص فيها ضرائب مقابل دوك الخدمات اللي كتقدم لك الدوله. ما كايناش شي حاجه فابور، حتى واحد ما كيتجمل على الشعب المغربي، حتى واحد ما كيعطي للشعب المغربي شي حاجه من جيبو. كلشي منكم واليكم. هاد الموظفين، هاد المنظومه الصحيه والموظفين في جميع القطاعات، هادو مسخراهم الدوله لخدمه المواطن، ما خدامينش بالجميل، تيخدموا مقابل اجر، مقابل تياخذوا المقابل من الدوله كتخلصهم مقابل هاد الخدمات. وهما استغفر الله العظيم كتجي عندهم بحال الا هما الطبيب ديال باهم. اقسم لكم بالله مسكين المواطن الضعيف اللي ما عنده معارف وما عنده فلوس تما غيبقى مهمل، هذا يرمي هذا يرمي هذا يرمي هذا. يدخل بنادم في مستعجلات وخاصو تشخيص المرض ديالو وخاصو راديو وخاصو تحاليل، خاصك تشد الرونديفو شحال الاخوان؟ شهر، شهرين، 6 شهور وهي غاده. واش من منظومه صحيه؟ راه ما كاينش هذا الشيء في العالم الاخوان، ما كاين، اقسم لكم بالله ما كاين. بنادم تيدخل للمستشفى مريض عنده شي مرض راه تيدخل راه تيشخصوه، ما كاين لا تشد رونديفو 6 شهور ولا 7 شهور ولا 40 عام. وهذا الشيء كله علاش كيديروه؟ باش كيحدوك انك تمشي للقطاع الخاص. والقطاع الخاص عاوتاني هذوك اخوتي والله ما عندهم شي ضمير، اقسم لكم بالله ما عندهم شي ضمير. وما نعرف انا اخوتي داك القسم اللي تيقسموا على من تيقسموا بعد داك القسم. القطاع الخاص تجاره، الفلوس، حلب ليا المواطن. تصوروا دابا تجيهم السبت ولا الحد كتولي التعريفه طالعه، كلشي دوبل، 500 درهم كتولي 1000 درهم، 300 درهم تتولي 600 درهم، كلشي عندهم بالدوبل. كميه اجرام غير طبيعيه، اقسم لكم بالله العلي العظيم الى هذا الشيء ما غادي يحس به الا اللي تيمشي للمستشفى. عاد تجي تشوف المصايب الكحله في المستشفيات ديالنا. لا يوصل شي مسلم لدوك المستشفيات لحقاش غير كتوصلهم، اقسم لكم بالله الا كتلقى عالم اخر، عالم اخر فساد ما كاين. غير كل واحد تيضرب على راسو، كل واحد تيشوف غير مصلحته. وبحال هاد الناس بحال جاهم كنز يطلعوا فيك المصايب الكحله. المهم ينتفوك، ماشي شغلهم عندك ما عندكش تسلف. المهم همزه دجاجه بكمون جابها الله غنستغلوا، لان الانسان فاش تيكون مسكين مريض راه اللي قلتيها له تيديرها، واللي طلبتيها له يعطيها لك مقابل ديك الصحه ديالو. وهذا الشيء كله تيستغلوه هما. مع الاسف الشديد اسوأ منظومه صحيه في افريقيا وفي شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط هي المنظومه الصحيه
المغربيه ووزاره الصحه هي اللي كتحمل المسؤوليه ديال هذا الفساد وديال هذا الفوضى اللي في هذا القطاع. ولهلا يحد شي مغربي يوصل لهاد المستشفيات ديالهم ديال الزبل. حاشاكم والسلام.